تفتكر العصابة فعلا هتستسلم ومش هيحاولوا يروحوا لعصور تانية ويزوروا أحداثها؟ ما ظنش يا كنوز، حتى لو فضولي وجميلة واللي معاهم ما راحوش مش هيغلبوا إنهم يجيبوا ناس تانية ويدفعوا لهم فلوس كتير ويوافقوا يشتغلوا معاهم. عندك حق، بس أنا مش فاهمة إزاي في ناس بتوافق تبيع تاريخها وحضارتها بالسهولة دي. إيه يا عم يحيى، جريت وسبتنا وأخدت معاك كنوز وأستاذ عصام وسبتنا هنا ولا كأنك تعرفنا. بس احنا ساعدناك برضو من هنا على فكرة. مازن قال لي، بس كده كنت سيطرت على جميلة وبوظت خطتها. قصدك ايه يا يحيى؟ تقصد ان اللي عملناه ملوش لازمة؟ أكيد لأ يا فهمي. امال تقصد ايه؟ في إيه بس يا فهمي؟ على فكرة يا يحيى، انت واخد في نفسك قلم كبير قوي وأناني جدا. فهمي، أنا ما اسمحلكش. سيبيه يا كنوز. هو شكله متضايق شوية. لا مش متضايق، وانت عامل نفسك فاهم كل حاجة، وانت أصلا كل اللي انت فيه ده جه بالصدفة. كلمة السر صدفة، والبوابة والعصور اللي بتروحها كلها بسبب الصدفة، وبتختار مين يروح معاك ومين لأ كأنك الزعيم واحنا شغالين تحت ايدك. وبص بقى عشان تبقى عارف، انا اقدر اضايقك بس مش عاوز. وتضايقوا ليه يا فهمي؟ فعلا اضايقك ليه؟ انت اقل من ان اضايقك. وبكرة هتشوف مين هو فهمي سبيد. أنا مش فاهماه، هو أنت عملت له حاجة يا يحيى؟ أستاذ عصام كان عنده حق لما قال لي مش أي حد لازم يعرف سر البوابة. انا هوريكم مين فهمي سبيد. ده انا جن مصور، انا بتاع AI، ده انا هاكر يا بشر. انا رمسيس التاني صحيل وقال وبيروح لزمن ويجي من زمن. طب ما انا ممكن آلة الزمن. انا هاخد بقى آلة الزمن واهرب بيها واقول بقى ان انا اللي مخترعها واتشهر واتصور في عصور كتير واعمل شغل فيديوهات ومونتاج وافكتات وحكايات. حلو ده برو. ايوه انا برو نفسي. وابقى ترند بقى بقيت حياتي من غير عم يحيى الفلحوس ده. السلام. دي بقى اعرف اشغلها دي ولا ايه؟ اكيد هعرف. ما اللي عملها بني ادمين، هم احسن مني في ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله، دي طلعت حلوة قوي من جوه. بس كده يا فهمي يا سبيد، ميشن كومبليت. ايوه. انت بتعمل ايه هنا؟ ولا حاجة، انا اصلا مش من هنا. مش انت صاحب يحيى اللي كنت معاه في المتحف القومي في اسكندرية؟ لا انا مش صاحب حد ولا هتصاحب حد، ده اخر يوم في عمرك اصلا. حسان ارجع مكانك. ايوه اسمع كلامها وارجع مكانك يا حسان. يا ابله، ده الواد اللي كان مع عصام والواد مازن وقلدوا صوت اخويا سرحان وضحكوا عليا. يا حبيبي يا سرحان، وكمان ده كشف سرنا وهيروح يبلغ عننا. ما اقول لحد حاجه. شكل العسول متعصب وزعلان وجاي هنا يدور على حاجة، صح؟ ايه عسول دي؟ انا اسمي فهمي سبيد. طب ما تزعلش يا سبيد، روق كده وتعالى نتكلم. يحيى في ايه يا كنوز؟ في قناة عالمية جاية مصر عشان تصور مسلسل كبير جدا عن كليوباترا. ايه ده بجد؟ الخبر بيقول كده، وقد أعلن المخرج أن المسلسل الدرامي سيتناول سيرة ملكة من أهم ملوك العالم وليس مصر فقط، والتصوير خلال هذا الأسبوع. إحنا لازم نروح ونتفرج يا يحيى. أنا عمري ما رحت تصوير قبل كده. إحنا نقول لأستاذ عصام، أكيد هيهتم بخبر زي ده وممكن يجي معانا. ده مازن. أيوة يا مازن. الحقني يا يحيى، فهمي سبيد تليفونه مقفول، مرجعش بيته لغاية دلوقتي من ساعة ما خرج من المدرسة، ومامته قلب عليه الدنيا. هيكون راح فين يعني؟ لا، شغل مواعيد المصريين ده مش عندنا اجتماع الساعة 8، يبقى 8 بالدقيقة نكون موجودين. فين بقى بروفيسور جميلة واسمه ايه التاني الجعان ده؟
اسمه حسان يا كوماندا، حسان. بلا بلا بلا، خلاص خلصنا. دلوقتي في مهمة المفروض كنتوا تعملوها كلكم، بس بما انكم انتوا الاتنين بس هنا فانتوا اللي هتعملوها. احنا عملنا منصة عالمية بفلوس كتير جدا جدا عشان ننتج بيها افلام ومسلسلات تثبت افكارنا اللي عاوزين نوجهها للشباب والاطفال، وتبقى مع الزمن معلومات موثقة الناس ترجع لها بدل الكتب. الله، انا بحب المسلسلات والافلام قوي قوي. ما انا جايب سيرتك يا حبيبي. طب واحنا دورنا ايه مع شركة بتنتج مسلسلات وافلام يا خواجة؟ احنا بعتنا فريق التصوير والممثلين والمعدات كلها مصر، وبعتنا للرقابة ورق المسلسل متظبط، بس اللي هنصوره حاجة تانية اكيد. وعشان كده مش عاوز اي مصريين مش تبعنا يكونوا موجودين في اماكن التصوير، وهنا دوركم انتم. لو فريق التصوير احتاج اي حاجة او واجهوا اي مشاكل انتم عليكم تحلوها. دي مصلحة متيسرة يا كوماندا، اهو ده الشغل ولا بلاش؟ كفاية علينا بقى سيوف وجري وتنطيط، الواحد هلك. يعني ايه؟ هبقى مدير انتاج يعني؟ لا يا حبيبي، مشرف عام على المشروع. حلو ده. وامسك البريك. لا لا لا، ايه ده بس الفيلم كان جامد جدا. ده كان فيلم حلو قوي. كل اسبوع يا سيدي هخرجك خروجه زي دي. بروفيسور جميلة، انت مدركة انت بتعملي ايه؟ احب اقدم لكم فهمي سبيد، صديق يحيى. قصدي زميل يحيى في المدرسة، ويحيى للأسف كان بيستغله وأذاه جامد جدا، وأنا قررت إني أخليه أحسن من يحيى ويروح معانا المهمة الجاية. مهمة؟ مش مهمة قد ما هي محاولة للتعرف على عصور مصر المختلفة وتوثيق تاريخها الحقيقي. ساعتها هتتصور وتعمل فيديوهاتك براحتك، وهتبقى نجم بجد ومشهور أكتر من يحيى. ايوه هو ده. المشكلة بقى يا فهمي لو يحيى سبقنا على هناك وحاول يمنعنا، ساعتها هاكله بسناني. وهو ده المطلوب يا فهمي.